ضيع 5 سنين من عمره عشان حاجه واحده بس. النيه رقم 1 انك بتتعلم عشان ربنا يرضى عنك. النيه رقم 2 ودي نيه مهمه قوي بقى، عايزك تعرفها وتؤجر عليها. هي ايه؟ ان انت بتتعلم من باب بر الوالدين. ايه علاقه التعليم ببر الوالدين؟ اقول لك انا يا صديقي، اكيد والديك ربنا يحفظهم كده ويبارك فيهم ان كانوا موجودين، وان كان حد فيهم توفي فربنا يرحمه. ايه بقى يا فندم؟ والديك اكيد نفسهم ان هم يشوفوك حاجه كويسه، وعشان ترتقي فعلا وتنفع الناس لازم تتعلم. فبعد اذنك وانت بتشتغل خد بالك انك انت بتحاول جاهدا انك تحقق نتيجه طيبه. طب انت ليه بتحاول تحقق نتيجه طيبه؟ عشان هم يكونوا راضيين عنك، وهم لو رضيوا عنك خد بالك ان ربنا هيرضى عنك. ولذلك اوعى تنسى ان من اهدافك انك تسعد والديك. واحد يقول لي من اهدافي ان انا اسعد والدي؟ لا، ده اهدافهم هم ان هم يسعدوني. لا لا لا، هم هدفهم كده كده في الحياه ان هم يشوفوك كويس ويسعدوك. انت كمان لازم يكون هدفك المقابل وانت بتتعامل معاهم ان انت بتحاول جاهدا بكل ما اوتيت من قوه وعلم واخلاق ودين، كل حاجه انك تسعدهم. ازاي بقى؟ بص، بكل ما اوتيت من قوه. تخش الامتحان تمتحن فتجيب الدرجه النهائيه او تجيب درجه كويسه، فابوه وامه يبقوا فرحانين بيك. دي حاجه تدخل السرور على قلبهم. فاحنا عايزينك وانت بتتعلم اوعى تنسى ان هدف من اهدافك الكبيره انك تدخل السرور على والديك، وده من باب بر الوالدين. انا اعرف حد من الناس يعني المحترمه كده الصالحين والله العظيم، بعد ما خلص كليه من الكليات الشرعيه، يعني هو كان بيدرس في حاجه اسمها كليه شريعه، بعد ما خلص يعني خلص اخد بكالوريوس خلاص، والله العظيم يعني مش مبالغه، دخل كليه هندسه 5 سنين تاني عشان امه كانت عايزه تشوفه مهندس. فاذا كان بص يعني ضيع 5 سنين من عمره عشان حاجه واحده بس، هي امه عايزاه يبقى مهندس، فهو قال لك بس كده انا ادخل وابقى مهندس، ده مع انه مخلص كليه. فما بالك بقى؟ احنا مش بنطلب منك كل ده، احنا بنطلب منك بس انك تجتهد في اللي انت فيه حاليا عشان تحقق نتيجه طيبه هم كمان يكونوا فرحانين بيها وراضيين عنها.